اعتقد انت لو سنك من 30 سنة وطالع فاكيد الصوت اللي انت سمعته من شوية ده انت عارفه كويس قوي. لان مين منا ما كانش اول موبايل يمسكه في حياته هو موبايل من شركة نوكيا. ونوكيا خلال السنين اللي فاتت حاولت انها ترجع تاني سوق الموبايلات، بس للأسف كل التجارب بتاعتها كانت تجارب فاشلة جدا. المرة دي هي بتحاول في سوق التابلت وداخلة تنافس في حتة حلوة جدا، وهي سوق الأجهزة الاقتصادية في رينج 5000 جنيه أو حوالي 200 دولار، لأنها عارفة إنها مش هتقدر تنافس خالص مع أبل أو مع الأجهزة العالية من سامسونج. فهل نجحت المرة دي ولا فشلت برضو زي ما فشلت قبل كده في الموبايلات؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الفيديو بتاع مراجعة تابلت نوكيا ال T20. جهاز فيه كل حاجة، فيه إمكانية إنك تركب له ميموري كارد خارجية، لسه بيجي بمخرج ال AUX بتاع السماعات، بيتشحن بشاحن USB-C اللي احنا كلنا متعودين عليه، وبنظام اندرويد فأغلب التطبيقات بتاعتك هتشتغل مفيش أي مشكلة خالص، ومميزات تانية كتيرة قوي. وكمان في بصمة وش في تابلت ب 200 دولار. فكل دي مميزات تخلينا نفكر هل التابلت ده ممكن يكون مناسب في الفئة الاقتصادية ولا لا. وفي الحقيقة التابلت ده مش جديد، ده بقاله حوالي سنة ونص. فهل واحنا دلوقتي واحنا في نص 2023 التابلت ده مازال مناسب للفئة الاقتصادية ولا لا؟ فانا عايزك تركز معايا قوي في الفيديو ده في كل جزء هقوله، لان كل المميزات اللي لسه قايلها لك من ثواني دي ممكن تكون كوارث اصلا مش مميزات. فيلا بينا. الجهاز ده مقاسه 10.4 بوصة، وبيجي بلون واحد ازرق، ونوكيا مسمياه اوشن بلو. وجسمه متصنع من الالومنيوم، وفيه جزء فوق بتاع النتورك من البلاستيك. فكخامة تصنيع انا شايفه كويس، وبجودة تصنيع مش وحشة، ووزنه خفيف 465 جرام. لكن البيزلز او الاطراف هنا كبيرة شوية، فممكن تكون دي ميزة للناس اللي بتحب تمسك التابلت كويس بين ايديها مثلا. والتابلت ده انت محتاج تخلي بالك وانت شغال عليه، لانه واخد ريتنج IP52، فمقاومته للاتربة ضعيفة جدا، وكمان مش بيستحمل خالص المية. وبالنسبة للمخارج فمن فوق عندك زرار الفوليوم، واتنين مايك من فوق عشان مكالمات الفيديو مثلا، ومكان لشريحة المايكرو SD. ومن الناحية الشمال في زرار الباور وسماعة، ومن الناحية اليمين في السماعة التانية ومخرج الشاحن ال USB-C، وهو USB 2.0، فنقل البيانات فيه بطيء شوية. وفي مخرج الهيدفون اللي هو ال 3.5، بس بصراحة مكانه غريب قوي، يعني على الكورنر خالص كده، فلو مركب سماعات ممكن ما ترتاحش قوي في مسكة الجهاز. ومن قدام في كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل فيكسد فوكس، وكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل اوتو فوكس. ودول كأنهم مش موجودين، يعني لأنك مش تقدر تعتمد عليهم في أي حاجة خالص. وغالبا كاميرا الموبايل اللي في إيدك هتكون بتصور بكواليتي أعلى جدا من اللي موجودة هنا في التابلت ده. والجهاز ده زي ما وضحت فيه سماعتين، واحدة يمين وواحدة شمال، وجودة الصوت فيهم مقبولة، بس ما تستناش منها بيز خالص مثلا. وكمان الصوت واطي شوية، فممكن ما تبقاش سامع كويس. وهفاجئك بان الجهاز ده هو مفهوش بصمة صباع، لكن فيه بصمة وش. بس قبل ما تتحمس قوي للموضوع ده انصحك ما تستخدمهاش خالص، لان ما فيهاش اي نوع من انواع الامان. وحتى تقدر تفتح الجهاز بمجرد صورة ليك من على الموبايل، مش لازم بوشك فعلا. فطبعا دي كده زيرو امان. والشاشة هنا من نوعية IPS LCD ديسبلاي، وبريزوليوشن 2000 بكسل في 1200 بكسل، او مجازا بيسموها 2K. بس انا عايز اقف هنا عند الابعاد ديت لانها غريبة بصراحة، وانا ما فهمتهاش ايه الابعاد ديت. فهو لو هتستخدمه رأسي فطوله غريب ومش هيكون مريح في القراية، ولو هتستخدمه افقي فالجزء اللي في كل ناحية برضه صغير ومش هترتاح فيه قوي. فانا الابعاد دي بصراحة ما عجبتنيش. والشاشة دي بتدي اقصى تردد 60 هرتز، بس ماشي يعني ده مقبول في الاجهزة الاقتصادية. بس اقصى درجة سطوع للشاشة هي 400 ناتس بس، فدي درجة اضاءة مش حلوة قوي. ولو انت بتستخدم الجهاز ده في مكان مفتوح فمش هتكون واضحة قوي بالنسبة لك، وكمان الشاشة عاكسة جدا. فبصراحة ده مش مناسب للاستخدام في الأماكن المفتوحة، وهتحتاج على طول إن أنت تستخدمه في مكان مقفول. وكمان دقة الشاشة هنا 224 بكسل بير انش، فدي يعني حاجة متواضعة شوية. واللي هتلاحظه كمان هنا في الشاشة دي إنها مش لامينيتد. وسريعا كده عشان تبقى فاهم الفرق، فالشاشات اللامينيتد بيكون فيها الطبقة اللي بره بتاعة الإزاز اللي هي طبقة الحماية، وطبقة السنسور اللي هو بتاع التاتش نفسه، والطبقة بتاعة الإضاءة أو طبقة الشاشة المضيئة. التلات طبقات دول كلهم مدموجين في طبقة واحدة، فبالتالي بيخليك تعمل جهاز أرفع وشاشته بتبقى أرفع شوية. وكمان مش بتشوف هواء أو فراغ ما بين الطبقات،
فدي بتكون احسن، بس بيخلي سعر الشاشه اغلى من الشاشات النون لامينيتد. واللي لو دققت فيها قوي ممكن تلاحظ فراغ بسيط خالص ما بين طبقه الازاز اللي بره وطبقه الشاشه نفسها مثلا. وده طبعا لو انت بتركز قوي وعايز تطلع الفرق ده، او لو انت في اضاءة قوية جدا. لكن بالنسبة للمستخدم العادي اللي مجرد ماسك الجهاز قدامه او بيتفرج على افلام، فصعب قوي ان انت تلاحظ الموضوع ده. لكن انا بس حبيت اقول لك النقطة دي في الشاشة هنا. وكمان الجهاز ده او الشاشة دي مش بتدعم استخدام اي قلم او ستايلس. ولاحظت كمان ان بيكون غالب عليها اللون الازرق، ومع شوية تدوير لقيت ناس كتير على النت بتشتكي من نفس النقطة. وكان لازم اخلي الالوان وورم على اقصى حاجة عشان الالوان تكون مريحة شوية بالنسبة لي. والحاجة اللي ممكن تكون مش لطيفة قوي بالنسبة للناس اللي جايبين الجهاز ده مثلا عشان يستخدموا عليه او يتفرجوا من عليه على فيديوهات، هي انك ما تقدرش تتفرج على ريزوليوشن اعلى من 1080. فبالتالي لو بتتفرج على فيديو 4K مش هتشوفه بنفس الدقة بتاعت ال 4K، وهتبقى محكوم بس بال 1080. واخر حاجة هقولها في موضوع الشاشة دي، ودي تجربتي الشخصية، يعني لو حد اشترى الجهاز ده يا ريت يكتب لي في التعليقات التجربة بتاعته في الموضوع ده، عشان عايز اعرف دي مشكلة عندي انا لوحدي ولا عند ناس تانية. اني لما حاولت اقرا منه لفتره طويله انا بصراحه عينيا وجعتني. يعني انا ما كنتش مرتاح في القرايه من عليه. مش عارف هل ده بسبب كان اللون الازرق اللي كان غالب على الشاشه، ولا بسبب الدقه او البيكسلز. مش عارف. فيا ريت لو حد عنده الجهاز ده وجرب يقرا من عليه يشارك معايا التجربه بتاعته عشان بقيه الناس تستفاد. ده بالنسبه للهاردوير. بالنسبه بقى للسوفت وير، فالجهاز ده بيجي محطوط عليه اندرويد 11، وده قديم شويه، ونوكيا دعمته لمده سنتين. وبقول دعمته خلاص لان هو نزل في اواخر 2021، وهي المفروض بتدعم السوفت وير ده لمدة سنتين بس. فلو انت بتشتري الجهاز ده النهارده في 2023، فاعرف ان انت مش هيجيلك تحديثات للسوفت وير تاني خلاص. وبالنسبة للتحديثات الأمنية فهي بتدعمه لمدة 3 سنين، فبالتالي فاضل لك سنة واحدة، وبعد كده ده مش هيجيله أي تحديثات أمنية تاني. فدي نقطة ممكن تكون مش أحسن حاجة في الجهاز ده. بالاضافه كمان ان نسخه الاندرويد اللي موجوده عليه هي الستوك فيرجن او النسخه الاساسيه اللي جوجل عاملاها بدون اي اضافات عليها، وبالتالي ما فيهوش اي امكانيات كتيره تقدر تحسن بيها تجربه استخدامك للتابلت. وده منطقي في الاجهزه الاقتصاديه، فسواء الجهاز ده او حتى الاجهزه اللي لينوفو عاملاها في نفس الشريحه والاجهزه دي كلها، فهي ما بتبقاش فيها اي فيتشرز خالص في السوفت وير علشان ما تبقاش بتتقل اكتر على الجهاز، لان هو بتبقى امكانيات الاداء بتاعته متواضعه شويه. لكن اللي ما كنتش متوقعه بصراحة في الجهاز ده هو اني الاقي هنا خاصية المالتي سكرين. اي نعم مش بنفس المرونة بتاعت اجهزة سامسونج مثلا، ومش كل التطبيقات هتلاقي فيها الاوبشن ده، لكن دي حاجة كويسة وما توقعتهاش خالص في تابلت زي كده. وفي ميزة هنا ان في مساحة مخصصة للاطفال وتقدر تتحكم فيها في ايه اللي يكون موجود وايه لأ. وبالتالي فده هيكون مناسب جدا لو انت جايبه لاولادك مثلا عشان يلعبوا عليه او يتعلموا من عليه. والتابلت ده بيجي ببروسيسور متواضع شوية اسمه يوني سوك تي 610، وبيجي بإصدارين أو بنسختين، يا إما 32 جيجا مساحة تخزين داخلية ورامات 3 جيجا، أو 64 جيجا مساحة تخزين داخلية ورامات 4 جيجا. وتقدر تزود لغاية 512 جيجا من الميموري كارد الخارجي المايكرو اس دي. وانا في الحقيقه كنت قلقان شويه من البروسيسور ده، لكن مع التجربه لقيته كويس وبيدي اداء مقبول جدا. حتى لما حاولت اشغل عليه العاب تقيله كان قادر يدي اداء مرضي نسبيا. بس طبعا لما تيجي تفتح التطبيقات هيبقى متاخر شويه، وهياخد وقت على ما يحمل التطبيق. وطبعا كمان مستوى الجرافيكس اللي هتعرض بيه او اللي هتلعب عليه هيكون مش حاجه رائعه يعني. بس ما تنساش اننا بنتكلم على تابلت من الفئة متوسطة، فكون انه قادر يشغل الالعاب دي من غير ما يبقى فيه لاجنج او فريزنج، فدي حاجة تحسب له بصراحة. وعلى فكرة فالجهاز ده بيجي باصدار واي فاي بس، او باصدار تاني في مكان للشريحة، بس الشريحة دي مجرد عشان انترنت مش عشان تعمل بيها مكالمات. والبطارية هنا كبيرة نسبيا 8200 ملي امبير، فده مقاس رائع للبطارية. وكاستخدام لا، الجهاز ده هيطول معاك ومش هتحتاج كل شوية انك تشحنه، لانه ممكن يقعد معاك يومين وثلاثة عادي. وده من الاجهزة القليلة اللي لسه بيجي معاه الادابتور بتاع الشاحن. والادابتور ده يعني على قد حلو قوي، ده 10 واتس بس. والجهاز ده بيدعم الشحن السريع لغاية 15 واط. وطبعا مش بيدعم الشحن اللاسلكي ولا اي حاجة من الكلام ده. والشاحن ده مشكلة بصراحة، لان لو هتشحن الجهاز بالعشرة واتس دول فانت هتقعد كتير قوي تشحنه، فغالبا انت مش هتقدر تشحنه خلال اليوم، وهتشحنه بس وانت نايم، وهتصحى الصبح ممكن تلاقيه لسه ما خلصش كمان.
فده فعلا وحش جدا. وبالمناسبة فنوكيا عندها اتنين تابلت. عندها التابلت ده التي 20، وواحد تاني نزلته في سبتمبر اللي فات اسمه تي 21. والاتنين مش فارقين عن بعض خالص، يعني بالعكس ده التابلت التاني قللوا فيه كمان قوة الإضاءة بتاعت الشاشة اللي هي أصلا ضعيفة من 400 ناتس اللي موجودة هنا ل 360 ناتس. يمكن النقطة الوحيدة اللي اتحسنت في التابلت التاني هي سرعة الشاحن السريع، فبدل ما هي 15 واتس هنا هي 18 واتس، فما فرقتش قوي. طيب رأيي الأخير في الجهاز ده، وسوري إن الجزء ده بيتصور كده في مكان مفتوح والصوت ممكن ما يبقاش أحسن حاجة، بس أنا رأيي الأخير فيه إن إحنا لو أنت مثلا واحد زي حالاتي سنك 30 سنة وطالع، فغالبا أنت ارتبطت نفسيا بشركة نوكيا، واكيد انت انبسطت لما عرفت ان شركه نوكيا ممكن تكون رجعت تاني للاجهزه الموبايلات والحاجات دي كلها. بس بصراحه بالنسبه للجهاز ده هو يعتبر جهاز يعني متوسط قوي، وبيسموه انتري ليفل تابلت. فلو انت فارق معاك قوي موضوع البادجت، هو الجهاز ده السعر بتاعه رائع. فانت ما فيش اجهزه كتيره في رينج ال 5000 جنيه دلوقتي. وكمان لو انت ما عندكش مشكله في موضوع الكاميرا وحته البطء شويه بتاع السوفت وير والامكانيات المتواضعه بتاعت الجهاز ده، وجايبه بس عشان استهلاك المحتوى الخفيف وان انت مثلا تذاكر من عليه او تلعب من عليه حاجه، فده هيكون مناسب ليك جدا، ومش هتلاقي منافس ليه قوي في السوق. فانا اشجعك انك ممكن تشتريه. ويا ريت لو حد اوريدي اشتراه يا ريت يكتب لنا تحت في الكومنتس ايه رايه في الجهاز ده علشان يعني نشارك مع بعض. بس كده، لو انت ما اشتركتش في القناه اشجعك انك تشترك، ولو عجبك الفيديو اعمله لايك، واشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.